مشروعا كبيرا نادرا في قرى جنوب محافظة بيت لحم ليخدم أهالي القرى المجاورة أيضا. وما أن وضعنا حجر الأساس لهذا المبنى الضخم قبل 2 ونيف، وإذ بالمشروع يرتفع طابقا فوق طابق. بارك الله بالعاملين وبالسواعد الفتية وبالهمة العالية. وإن هذا المشروع يحتاج إلى إتمام في داخله من حيث التجهيز وتهيئة هذه الخدمات لتقدم إلى الجمهور في هذه القرية وفي القرى المجاورة. وإني كنت آسف وتألم حينما أسمع تعليقات على الإخوة الذين كانوا يجمعون التبرعات. لأن الذين لا يرغبون في الخير لا يحبون أحدا أن يقدم الخير، ولكن المنصف الذي يعطي الحكم العادل يأتي ليرى وليشاهد ثم يحكم، لا أن يتتبع الإشاعات والتثبيطات. ومع ذلك فإني أكبر للإخوة المشرفين على المشروع ولأفراد الجمعية بأنهم لم يكترثوا بالتثبيطات ولم يعطوا أهمية للتعليقات السلبية، بل استمروا في عملهم الدؤوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات والثواب. وأشكر جميع من تبرع لهذا المشروع ماليا وفنيا وبدنيا. وأشكر طاقم المهندسين الذين يعملون بإخلاص وجد ويعتبرون هذا المشروع جزءا من واجبهم لهذه البلاد الطيبة. ونسأل الله أن يكلل هذا المشروع بنجاح كامل لنلتقي وإياكم قريبا حينما تكتمل جميع الطوابق في هذا المبنى. ونحن إن شاء الله بهمتكم وهمة العاملين وهمة المحسنين سيكتمل إن شاء الله هذا المشروع ليكون مفخرة لمنطقتنا، ولنثبت بأن شعبنا أهل لتحمل المسؤولية وأهل للثبات والمرابطة في أرض الإسراء والمعراج. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.